عسلامة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا في خليك سبورتيف. احنا اليوم في ضيافة هيبي كلوب باش نتعرفوا شوية على الفرسان وكيفاش يلعبوا. معنا زياد عوينة المدير الفني للجامعة التونسية الجامعة التونسية. اليوم احنا زياد عوينة هو اللي باش يعرفنا على اللعبة هذه كيفاش باش تكون وكيفاش باش يبداو التلاميذ. احنا كيفاش باش نبداو توا؟ هو ساعة نبداو قفز الحواجز، هي رياضة أولمبية. الرياضة هذه تتمثل كونه كل فارس عنده مسار يلزمو يقفز الحواجز نتاعو بالترتيب. المسار هذا كما قاعدين تشوفوا يحضروه، اللي احنا فيه توا يحضروه المصمم الميادين. بعد ما يكمل يستدعى كل الفرسان المشاركين باش يدخلوا يتعرفوا على المسار، ومن بعد يمشيوا يعملوا عمليه الاحماء نتاع الخيول نتاعهم، ومن بعد يدخلوا بالترتيب بالواحد. احنا تو باش نمشوا نتعرفوا على المسار. تو باش نتعرفوا على المسار. هيا نبداو. هيا تفضل. احنا توا سي عوينة في قلب المسار. احنا توا في قلب المسار. باش نبداو بالحواجز اللي هما بعدد 10 باش نحاولوا نتعرفوا عليهم وعدد الخطوات ما بين الحواجز باش الفرسان يكونوا عارفين وعاملين برنامجهم شنو باش هما عدد الحواجز هما 10. كيفاش نبداو؟ احنا اول نبداو من رقم واحد واحنا ماشيين للرقم 10. وين هو رقم واحد؟ هذوما تلامذتك اللي معك. هذوما تلامذة نادي ليبو كلوب. نادي هيبي كلوب. اما احنا باش نوريكم كيفاش نعملوا المسار. باهي. وين نبداو؟ الور نبداو نفرق في الريكونيسونس نورمالمون. باهي. هذا رقم واحد. رقم واحد باش نجيو على اليد اليمين. دونك بعد ناخذوا القالو نتاعنا، من بعد نتجهوا من رقم واحد للرقم اثنين. هذوما شنو هذوما الفوتو سيلول اللي يعطيونا البدايه والنهايه بالانفراد. معناها الكابتور هذه اذا كان دخل تبدا البدايه نتاع المسار. يبدا الكرونومتر. الكرونو قداش هو؟ يحسبوا المصمم الميادين ويعطينا الوقت المسموح، ومن الوقت المسموح اكثر منه ما عندناش الحق نفوتوه، واقل منه ونشوفوا شكون الفائز في المباراه. هو في العاده كل لعبه والوقت المسموح نتاعها. كل لعبه وانت طول المسار، خاطر عندنا سرعات معينه لكل لعبه. باهي واضح. معناها من بعد نشوفوا المصمم المسار كيفاش. باهي. احنا توا مشينا رقم اثنين. رقم اثنين فوالا على اليسار. مندورو كان وقت اللي نبداو نشوفوا لي دو ساكل مقابلين بعضهم. قلتلنا عدد الخطوات كيفاش عدد الخطوات تنوريكم كيفاش نحسبوه عدد الخطوات. خطوتنا احنا ونعملوا لها عمليه نقل الخطوات نتاع الحصان. معناها احنا خطوتنا احنا وتحسبوها مع خطوه الحصان. هكاك 4 خطوات تاعنا احنا خطوه نتاع الحصان. مثلا هنا ما بين 2 و3 باش نحسبوا. هنا 5 خطوات، حسبنا 22 وين يهبط الحصان يعمل 5 خطوات، ومن بعد يطلع قبل الحزب بشويه متر نطلعوا 5 خطوات. معناها 25 خطوه خطوتنا احنا 5 خطوات. 24 خطوه خطوتين الحصان. خطوتين الحصان. 5 خطوات الحصان. 5 خطوات الحصان. باهي من 3 ل 4 زد نحسبوا منها. نحسبوا من هنا. اوكي. خطوات 6. قداش من خطوه؟ 7 خطوات للحصان. الحصان الرقم 4. شوفوا وين رقم 5 شوفوها اللي هي الكورن هنا. معناها تبدا من هنا نمشيو للرقم 5. لهنا السرعه. جو غوبون قالو نمشي وانا ماشي لوبستاكل نتاعي دا كله. لهنا تتحكم في سرعه الحصان هكاك. باش تجيب له خطوات صحاح. اوكي. وجو ريغارد لو 6. معناها ينجم الفارس اذا كان غلبه الحصان شويه ينجم يخسرها الخطوه. عنده ما عنده المسافه، عنده ينجم يتحكم في الحصان خاطر فما مسافه بين الحواجز. هذا رقم 5. احنا تو ساعوينا كملنا السيركوي هكا ولا؟ عطيت توجيهاتك للتلامذه اللي في اللحظه هذه. تو باش تنتقلوا للشيف دو بيست اللي هو مسؤول على الحواجز هذوم. مصمم الميدان هو اللي يحط الميدان ويقيس لنا المسافه اللي في الميدان كامل، يعطيها للحكام لجنه التحكيم اللي هما لجنه التحكيم على حسب السرعه نتاع لي بروف هذه يطلعوا لنا شنو هو التوقيت المسموح. وبارابور انت عندك زاد فما تغييرات تصير من ناحيه خاطر المباريات من مباراه لاخرى. معناها لازم تكون مباراه ضد الساعه تكون فيها ديزاينر معناها تراسي
اوترومون على خاطر كي تبدا ضد الساعه ما تفركس كان السرعه، تفركس دورات اقصر شويه وتعطي لابورتينيتي. احنا خلينا نبدا من الاول. انت الحواجز هذوما احنا شفناهم هم 10 حواجز. انت كيفاش تحطهم في بلايصهم كيما هكا كيفاش تبعد؟ على حسب المباراه. تو المباراه هذه مثلا العلو نتاعها ليزوتور احنا نقولوا العلو هو اللي هو هذا والعرض هو هذا معناها 80 ما فوتوش 90 اللي هي الصنف نتاع عندنا المبتدئين اللي كانوا قبيله وهذوما اللي من بعدهم كاتيجوري اكثر منهم شويه اكثر منهم باش نعلوا لهم الحاجز. واحنا نمشيو بالمراحل معناها وبعدين فما مرحله واحده اخرى اللي بعدها تولي 90 95 واحنا ماشيين. وبالنسبه للبعد خاطر كما مثلا كما رقم واحد بعيد شويه على رقم اثنين، رقم اثنين ابعد من رقم 10. هذوك كيفاش هو توا كما تشوف هوني تو عندك رقم واحد هوني اوصل المسافه اللي ياخذها باش يمشي رقم اثنين، باش يمشي رقم اثنين. ديما نحاولوا في البدايه نعملوا الحواجز باش نسهلوا الماكسيموم على الخيل ونعطيوهم مسافه اكثر شويه باش يبدا ان فوا مثلا تلقى مسافه بين الواحد والاثنين وبعدين ساعات تلقى مسافه بين 6 و7 باش بعد الضغط نتاع الفارس والجواد نتاعو على 5 6 حواجز تعطيه مهله باش معناها تخليه يتنفس الحصان باش يعاود يجري مره. لو كان باش ياخذوا على كله دونك. وشفت انت البارح كنت موجوده معنا في البريف الكبيره بكل ما خلينا نلمش الوقت خاطر كمان ناس برو وقتها متر و20 هكاك متر 35 متر 35 40 الاخرانيين ما عادش قعدت معنا في الليل. انا ما كملتش ما بعثوا لي اليوم باش يعاودوا يشوفوها عاودونا 40 45 دونك وقتها تولي صعوبه اكثر. تلقى حواجز 3 ورا بعضهم 4 ورا بعضهم والحصان ينجمهم هكاك مع الفارس. وقتها فما تحضيرات. انت اخويا تحب تلعب شامبيونز ليج لازم تتحضر وقاعدين الناس تمشي تحضر باش يعملوا دوره البحر المتوسط في ايطاليا معناها. وقتاش هذه قريبه هذه نتاع 3 شهور اخرين في جوان تقريبا حاجه هكا. دونك نحاولوا احنا هوني المهمه نتاعنا نحضروهم ونقربوهم في الديزاين نتاع الاوبستاكل وفي لي تراسي والكل للي هما باش يلقاوها عندنا درايه اللي باش يلقاوها مش 100% مين نحضروهم يتحضرهم على الاقل وفيزيكمون الخيل والفوسان على العلو على هذا كل باش يكونوا موجودين. احنا توا نورمالمون لازمنا نخرجوا توا من البيست ننتقلوا مغادي. نمشوا باش نشوفوهم وين التحضيرات وين يسخنوا الفرسان نتاعهم. توا عاد قبيله سالتي سؤال توا باغ اكزومبل اغزر هون توا هذا رقم واحد اغزر الاثنين قداش عنده مسافه. هي الدوره كبيره هي الدور مسافه كبيره. اما اغزر بعتالي بعد قريبه بعد تغسر شويه معناها خليه يتنفس وبعدين تعطيه زوج 3 ورا بعض مش تغسلوا بالتالي تخلي الفارس زاد يتعامل مع الحصان نتاعو معناها باش نبانوا اللي هنا اللي هو برو ولا خاطر وقت البرو وبعدين حتى الحصان الخيل لما تعطيها نقص حاجز وتعطيها اكثر مسافه ذهنيا الفارس يضيع التركيز والحصان كي يحسب روحه نقص حاجز على لونترمون وروح بعدين تاخذوا تقولوا عندك ايه مازال عندك راهو 3 4 معناها لهنا يلزم ما يفقدش التركيز كيما الفارس كيما الحصان اللي احنا معناها ما نعملوش على الحصان 100%. لا الفارس هو اللي الحصان عنده لا كاليتي المعرفه نتاع الخيل معناها المعرفه في الميدان هذا. دونك وقت اللي تعمل له هذا تخليه هو الفارس يلزم ديما يكون يقظ مع ديما كونسونتري. والرياضه هذه صدمت بوكو دو كونسونتراسيون. كيفاش التركيز اذا كان انا باش نركب على الحصان ومعناها باش كيما نقولوا احنا باش نعطي دفعه على الحصان باش يتحرك لان كيفاش باش نركز معاه؟ انت لما تسوق سياره وتبدا تيجي ما يلزمني نفلوني باش تجري اكثر دونك يلزمك تكون انت متيقن اللي الطريق اللي تمشي فيه يسمح لك بسرعه هيك مش الطريق فيك وكذا معناها نتحكم في السرعه وانت والبلاصه والموقع اللي انت فيه. لو كانك انت تو جاي في دايره كيف هذه وباش تعمل هذا وانت جاي بتضيع كله. دونك بين هذا وهذا يسمح لك. بعدين لهنا ثم التراسيه اللي نسميوها احنا الديسا معناها كيف الثوره لما هو ينقز هذا ويجي حد هوني ويمشي وقتها كيف يجي يلزم يعمل انا لازم نتحكم في السرعه نتاع الدور في السرعه وفي وانا نعمل لك الخطوات بالمقياس مثلا 5 6 7 خطوات 8 خطوات 4 خطوات. دونك انت لما تهبط وتمشي في التراسي صحيحه وتعمل ال4 خطوات تاعك وتقراك في الماء انت المهمه نتاعك لازم تكون توجور ديما في التراسي الكوريكت اللي انا كايلها بعدين
اذا كان هنا احنا نحكوا على الكهرباء ديما تكون كونترولي اكثر من الحصان. الحصان اذا كان هرب عليا لا ما تهربش عليك، لو كنت بدأ عندك الدرايه وعندك المعرفه علاش يهرب عليك؟ ما ينجمش يهرب خاطر انت قلت فيك البسكله، انت هو تحت منك وعندك يسار ويمين وبساقك يمين ويسار وبدك ما لازمش تكون هوني، خاطر كنت تكون هوني والسار جيه برشا. خاطر انت تو شوف في الكورس الخيل تسرع ماليش الفوسيل كيفاش يركبوا الفوق ويمشيو يطبسوا لقدام. صحيح تقدر تحطوها انت توا كي تبدا واقف وانا نعمل لك هكا ديجا تمشي تجري. معناها هو ديما ايكيليبري الحصان ديما هون باش يبدا مركز هون. معناها حتى قاعده الحصان مهمه على الاخر اللي كان كله هو لونسوم. هي الحكايه هذه القوه نتاعها والشيخه نتاعها في الارموني. لازم يتخلق ارموني بين الفارس والحصان. كل ما فما ارموني وفما تفاهم وتناسق بين الفارس والحصان كل ما ينجح. هذه لهنا ان شاء الله نعرفوها وقت اللي تدريب. احنا تو في المسابقه باهي، احنا تو شنو احنا كنا في البيست اللي هو هذا البيست، احنا تو في البارتي لهنا الحصان ايش يعملوا لهنا الفرسان ايش يعملوا هوني نعطيهم مده زمنيه. فما ليستا ورنديق اللي احنا نسميهم هوني يسخنوا معناها يحميوا الخيول نتاعهم. ما يجيبش الحصان من الاسطبل ويدخلوا طول غادي هو بارد يعني يشوفوا يحضروا. وهوني فما مراقبين ما يلزموش كي مثلا لو كان غادي عنده العلو نتاع الحاجز غادي 80 ما يلزمش يفوت هوني ما عندوش الحق باش يطلع ويلعب كما يحب هو. دونك حتى في طريقه ليشافمون فما سيرفيون هذا هذوكم زوز هذا البنيه هيك. دونك هما يسيرفي بعدين هما ينسقوا مع الجوري اللي هما الجوري غادي. دونك ويقولوا لهم هذا يتعدى رقم 2، هذا يتعدى رقم 3، هذا حاضر هذا مش حاضر. ولو كان في احسان خيل مثلا مريضه ولا تعرج ولا عندها الجام مش مريقل ولا واحد كذا هم يوقفوه يقولوا ما عندكش حق تمشي غادي لازم تكون متهيئ. معناها يخرجوه مش تلعب حافي مش تدخل بس كره تلعب حافي. لو تكون متهيئ وصبتك مريقل واللي تخوك هذوما نتاع كيما في الكره اللبسه معناها ناقص كذا. دونك لازم حتى كرافات ما يدخلش. وشنو الحكمه منها اذا كان النظام لازم تقدم لازم تعطي قيمه للصوره هذيك نوبل تصفر نوبل معناها النظام حتى في اللبسه اذا كان احنا وانت تو يدوك لما هذه الخضراء بعدين كحله زرقاء هذا بالسيف عليه السروال هذا لازم يكون ابيض معناها لهنا النظام قبل ما يطلع على الحصان والشميز هذا ولا مليون يكون ابيض يكون تناسق بين هذا وهذا. بعدين هوني زرقاء كحله صفراء ما عندكش. والبومب هذا والبوت هذا اللي هو يلبسوه في ساقيهم النوطه. دونك لازم يكون فما تناسق في الجاي. باهي اش قالك نمشوا مغاديك خاطر احنا نشوف الحصان يدخلوا مغاديك. خلينا نتعرفوا على السيد غادي اللي قايد فيها مغاديك. هذاك السيد وين؟ هذاك السيد هذاك اللي غادي واقف هذاك المهمه نتاعو بس ما تصيرش فوضى. مثلا ما يدخلش اكثر من 8 هون اكثر من 8 يبدا يسخنوا مثلا الحديث انت والكبر تاع المساحه 4 5 8 هو لما يدخل غادي لما لقى 8 خرج منهم واحد مشى غادي ما باش يعاود يخرج. دونك هو يزيد الاخر باش تكون معناها هو يكون من هنا العدد باش يسخنوا على راحتهم باش على راحتهم ما يصيرش حوادث. باهي نمشوا نشوفوا معاه ما يلزمش يكون فما اكتظاظ. بالطبيعه احنا والبيست وانت واللعبه معناها ديما تحكم فينا كيما هكا. ديما عندك معناها هو المسؤوليه الكبيره تبدا من غادي من هوني هما خاطر اغزل هذا متوا لما يجيو في كاين كيف هذا فما امكنه تكون اضرب في التيرا وما عندكش بزاف. ريت هما هوني عندهم هذا عندهم غادي عندهم امكنه يسخنوا فيهم الخيل ويجيو هوني يعرف روحه هوني باش يعدي بار اكزومبل. لو كان هو رقم 8 وكيف ريت هذا تو بار اكزومبل لو كان هو هوني يتعدى رقم 1 يلزموا نص ساعه قبل على الاقل حذر حصانه غادي باش لما يدخلوه هوني يعرف اللي هو ديجا ماهوش باش يضيع برشا وقت في 15 دقائق باش عاود يمشي غادي لشي اخر. لازم يكون محضر حسن مسخنوا العضلات نتاعو سخونه ما يجيبش يهبط يلعب ماتش هو بارد هو يولي نجم يصير. انا لاعب ولا نحكوا على اي اتليت معناها هو اتليت ديجا كي تشوف وانت لو كان تركب على حصان تتحرك وتعمل وميكسو فيه ديجا تنجم يصير اي حاجه اللي احنا في بالنا يقعد على الحصان والحصان هو يخدم خدمته برشا قناه يقول لي كيما قاعد وسوق يقول له انت تسوق كرهب وتبدا تخدم تاكسيس ولا لوج عادي صحيح تولي ساخن كونسنتراسيون ورد بالك هذيك تقص عليك وصغير بغادي وتحب عليك. دونك لازم ديما كوليكتيف ديما هو القوه تاعو العصام انت تضيع التركيز ويضيع
خاطر المشكله الكبيره في الخيل اللي برشا ناس ما يعرفوش، انت راكب فوق منهم ريتو تو هكا هذيك صوروا شوف انظروا كيفاش واقف مستحيل فيه كان عينهم غمزه ونايم. شوفوا كي يدخلون كيفاش تحسهم هما تحسهم واحد هو قاعد روبو وهي كونسونتر وهو مركز. دونك بعدين كي يدخلون هو نفس السكر تبعه ما يستشعرش ولو يدخل غادي ويسمع الناقوس يتبدل. معناها عباره واحد تفكير واحد وهذا شو يكون الهارموني هذا. زاد الفارس عنده فيها دور لازم يكون محضر ومهيئ ويقول له يا حبيبي هيا يحكي مع الحصان هكاك بلغه انا ديجا سمعت غاديك تسمع فيهم تقول فوالا وهذا تشجع فيه فما هما اللي تولي علاقه كيما بين انسان وانسان تولي هو كي تحكي مع الحصان انت عبد يسمعها يضحك اما هي فما احساس اللي هو الحصان يحسها ويفهمها. التواصل معهم التواصل يرحموا. انت في بعض الاحيان تجي في نوادي كيف هكايا تبدا جاي انت تبدا جاي والخيل نتاعك تبدا في المربض نتاعها في ليبوك تخرج وتبدا تحس انك باش تعطيها سيناريو ولا باش تعطيها حاجه استانست بيك تعرف تحس بيك كل حاجه الكلب ولا قد في الدار نفس يعرض تو نشوف فيهم من برشا كي يبدو الحصان باش يجي باش ينقز ولا حاجه يحبس يقف. لهنا المشكله كيفاش تكون مشكله في الفارس ولا مشكله في الحصان؟ تنجم تكون الفارس ولا وتنجم تكون ديزاينر تاع الحاجه. لو كان هو في النادي نتاعو ما عندوش علاش انت توا تشوف هذا حواجز عاديه تدخل في المباراه او في الصغار نسهل هكا في المباريات الكبيره نحطوا صناديق نحطوا حاجه نبدلوا باش نحطوا الخيول في ما نقولش ديفيكولتي نحطوهم في حاجه جديده معناها راهو حاجه دونك يولي يغزر وقت اللي يغزر لازم يكون الفارس في داره وهو يخدم يهيئ الخيل نتاعو على اي موقف يكون معناها تكون مرتاح. انت وخي لو كانك تسوق في سياره نرجعوا ديما نفس الشيء لو تسوق في سياره وانت داخل في بلاصه ورمل يجب تكون عندك الفكات ما تنجمش تسوق اون فواتير دي فيل في رمل لازم تحبس لك. لهنا نحكوا حتى على برشا انواع في هو هذه يظل حلقه واحده باش نعرفوا الانواع. احنا تو الدرايه تبدا تجي في نادي هكا بعد المباريات في نادي نستدعك بحدايا تجي في نادي بحدايا. وين هو النادي نتاعك؟ في قمر نعطيك وتجي وكي تبدا المباريات معناها التمارين العاديه تشوف من المبتدئين وانت ماشي كل واحد يشوف الكاتيجوري وهذا كيما عباره باش نعدي كود وكوندويت كيما في القرايه ما تنجمش السنه الاولى السنه الثالثه ثالثه. لهنا انت مثلا تاع 5 سنين عنده الحصان نتاعو نفسه وكل شيء ماهوش ايه قرانيه. فيه ناس هذه الرياضه ما عندهاش عمر معناها تنجم انت تتعلم في العمر هذا 31 سنه انا نجم نتعلم معناها ونولي فارس بعدين في ايوي وتولي بعدين انت الكاليتي تاعك شنو باش تكون فارس. المهمه تاعك تركب على الحصان وتسوق وتمشي تحوس تعمل كيفك ما حشيكش بهذا فهمتك. ولو كان باش تمشي لهذه لازم تخدم اكثر تولي انترينمون اكثر وتولي ديسبليني زاد اكثر وتولي تقول انا لا نتعلم ماذا بيا سوق وما نطيحش ونشد روحي ومن بعد نمشي نحوس على روحي معناك تبدا مجموعه باش تخرج وكذا تبدا عندك سارتان سافوار فير باش تنجم تركب على الحصان وتقود وما عندكش خطر هو كمان تحب ولا ما تحبش الحصان فيه معناه ترانسبور فيه ريسك وكل رياضه خاصة تو قداش من مره تو هما لهنا مازالوا في اللي شاف نتاعهم قداش من مره نشوف واحد يطيح ايه لهنا هاو شويه دخلوا في بعض الطابور فهمت دونك خاطر يلزم ديما لازم فواد فيجيلون يطلع اللي الفوسير ريت واحد يمين واحد يسار وكذا يلزم هما يتلهوا الممرنين نتاعهم الممرنين نتاع الخيول اللي هي موجوده هوني لما خيولهم تخرج وتمشي المباراه يجوا ممرنين اخرين تاع خيول اخرى باش هما يصير انا نشوف فيه لهنا يحكي في الجهاز هو لهنا يحكي هذاك توا يكومنيكي مع الجماعه اللي غادي اللي هم هذوكم ويكومنيكي مع لي جوري الاخرين اللي في البيست اللي كنا فيه تو غادي باش لو كان فما يجي هو مثلا اللي داخل خيل هذا جايبه باش يدخل هو يشوف فيه حاله سبطه يعني يوقفوا يعيط البيطري يشوفوا لو كان يشوف فيه عرج ولا حاجه لما يعيط البيطري يشوفوا ويتفقوا زوز اللي هو اوت ما عندوش حق في المشاركه هو يعلم عليه يقول له ما باش ينحهم الليسته ما غادي ولا اللباس نتاع الفارس مش هو لايق ولا مش مقدود يقول له برا يا عندك الوقت باش تحضر روحك وتحط روحك في الاطار من اللعبه معناها في القانون ولا
يعلم عليه يقول له مثلا يقولوا نحي من الليست. احنا تحب نبقوا نستناو لهنا نشوفوا حتى اللي هذا راهو معناه انسان فارس من الفرسان العظماء، راهو فارس من الفرسان العظماء. سي ناصر العيد هذا استوار نسميوه استوار. اي استوار اللي هو اللي معناه المنظم المنسق بين هذا الصوت. هذا مرحبا بكم انتم سي الحبيب. هذاك اونسان كافالير ما شاء الله عنده تاريخ ما نجموش نحكوا عليه. بالنسبه لي انا مهم هو كان معنا هو لا سي الحبيب ما شاء الله. بالنسبه لي انا استوار ايش معناتها استوار؟ هو اليد المساعده الكافالير وميم طون نتفقدوا له الارنجمون اللي هو الماتريال بتاع الحصان اسكلوجيك ما يضرش الحصان، ماتريال هو يكون كوريكت حتى قدام اللجنه الاولمبيه ولا في الفي تبدا التنظيم محكم. نحكوا على اللبسه نتاع اللبسه بتاع الفارس واللبسه بتاع الحصان. ينجم يحط حاجه للحصان اللي يضر الحصان. نحن لازم نخافوا على الحصان ونخافوا على الفارس. يلسوفي هو يكون منظم. انا نجم ندخله لهنا باش يسخن ويتعدى المرحله الثانيه. يلسوفي يسخن ويدخل باركور اوفيسيال اللي هو تيران اوفيسيال اللي هو البيست اللي هو الميدان الاصلي. لهنا بحذايا انا يسخن وميم طون تفقدوا له ماتريال ونتفقدوه هو في حد ذاته ونمدوا له يد المساعده وقت اللي باش يستحقنا نمدوا له يد المساعده. نحن مثلا الكا اللي احنا مثلا الكا هو لا قدر الله ربي الحصان تقطع له الجام كذا، نحن ننسقوا مع المدرب تاعو خاطر ينجم يكون المدرب تاعو مش موجود. نحن ننسقوا مع المدرب تاعنا سواء كان بالجهاز اللاسلكي ولا حتى بتليفوناتنا الخاصه على خاطر كلهم اولادنا. يجي يبدل له ماتريال ونعاونوه ونعملوا له ديكالاج حتى ما نجربوش. نحن لوبجيكتيف نتاعنا الكافالي ما تزربوش، خليه على راحته. نحن شنو لا قدر الله يدخل في ستريس وكذا ما عادش يعطي حتى مجهود ويبذل مجهود باش يعمل نتيجه. بالضبط نحن نعاونوه لماكسيموم والحمد لله ما شاء الله. هاك تشوفوا وليداتنا نحن لا مجامله لا رمي ورود. راه بالنسبه لتونس راه من الميور حتى عالميا نحكوا. ونشكروا زاد الهيبو كلاب اللي بصراحه موفر لنا الارضيه المريحه بصراحه. سيرتو الهيبو كلاب موفر لنا كل شيء. وريك الدليل على هذا جاب لنا حتى جيش من برا. نعرف اللي عندنا شيف دي بيس كيما عم حبيب وكيما جماعه ناس كومبيتون مي هذاك الكل نحبوا نزيدوا ونتطوروا ناخذوا حتى من الاجانب. فهمتني الارضيه التيرانات متاحين. عندك تيران دو شوفمون قريب للتيران اوفيسيال اللي هو الميدان الاصلي ما شاء الله الحمد لله. احنا تو تنجم تعمل تجربه مع الحصان هذاك كيفاش انت هو تو قريب يدخل هو ما نجم يشوفه ولا ما كيجيب حدا. هو تو يجي يشوفه ما يسالش ايش يا بنوته عايش ايش جست ناخذوا فكره وكا ما ثم حتى مشكل. ابعث لي العثيم لهذا من البوليسيه مازال ما جانيش. عسلامه. اش اسمك؟ قداش نمروك؟ 17 جو. انا سلت على اسمه وعلى لقبه اوتوماتيكمون نجي لهنا. نجي من غير ما تمثلها حصانها زاد. نجم تلبسوا هي نجم الحصان يهرب به يجبد. هاكا انا نظريا الجام مريقل السونكر مريقل للقاتر مريقلين في ساقها عنده ابرون قانوني. اش معناتها الابرون؟ الابرون هذا اللي باش يمس الحصان قانوني ما ثماش حاجه تشكل. وهذه قانون اللي هذه هذه قانونيه مش طويله. هذا قانون عندها طول معين زاد. هذيك شنو ابرون؟ هذاك الابرون تمس الحصان باش يعطي بلوس فهمتي في القالو نتاعو وقت اللي يعطيه ضغط زايد. وهذيك شنو هذيك تغطي له ساقه باش ما يضربش بعضهم يتجرح. باهي هذيك حاجه بلوس. معناها هنا نحموا الحصان. ونحن ديما الهدف الاول هو ولدنا الكافاليه بما انه بشر ثم تميز بين ربي سبحانه بالحيوان البشر. لكن الحيوان بيدو نحموه في قاعدين نشوفوا في كل شيء بالضبط كل شيء. وهي بيدها ككافالير محلاها تبارك الله منظمه. عندها توني نتاعها يلزمها توني كوريكت البومب نتاعها ريجلو ماشي مرخوفه لا قدر الله تطيح لها تصير لها هكا. انا تو مبدئيا امور البنيه امورها مريقل نسمح لها. انا نسمح لها باش تدخل غاديك. تفضل معناها لان هي تو تدخل تعمل شيف تدخل تعمل الشوفمون نتاعها امورها قانونيه. غاديك الرول نتاع زملائي غاديك اللي يعيطوا لها باسمها باش تدخل للتيران اوفيسيال. واضح خويا؟ جاوبها بالضبط. مرحبا بك مرحبا بك يا خويا يعطيكم الصحه. جاوب. احنا لهنا نسقنا كيفاش احنا الدخول تو يعمل الشيفمون نتاعها كما شفنا مع البنوت. باهي تو ننتقلوا للمرحله الثانيه اللي هي المغازيل. توا هوني ما يسمح توا الفرسان الموجودين هون يسمحوا للمدربين نتاعهم باش يدخلوا. معناها كل فارس يدخل معاه المدرب نتاعو.
باش يعاونوا خاطر مش هما باش يعاونوا دونك ينسق معاه. بعدين لما يمشيوا هذم يجوا اخرين كذا وبعدين نتعدوا المرحله اللي كنا فيها. نمشيو توا للبارتي هذيك. تفضل. ددن حضر روحك عجبتني انت هاكا ريت هذا وبعدين يلبسوا الواحد دونك فارس قداش عمره هذاك؟ خاطر نشوف فيهم انا كبار صغار. هو المفروض احنا ما نسمحوا للفارس ولا راجل ولا باش يجي يقرب الحصان ويمسه وكذا ويبدا يتعلم في ال5 سنين. في ال5 سنين تبارك الله. 5 سنين يتسمى مازال غير يتعلم يمشي. اما مش على الخيول هذه اللي هما من بعد هذيك في الحلقه الاخرى ان شاء الله نشوفهم غادي نوريك وترى ونقريوهم نعطيهم حصص تدريبيه فوق الخيل حصص معناها حصص تطبيقيه ونظريه معناها كيفاش تقرب الحصان علاش تبسمو غادي كيفاش تعمل غادي وكي تجي للنادي تولي تشوف مثلا اليوم سبت ولا كذا تشوف كيفاش بعد ما يكملوا يهزوا ساقي الحصان يبداو يدوشوا وينظفوا هو اللي تلهب الحصان نتاعو خاطر يقربوه خاطر قد ما يمشي ويقرب الحصان ويعمل علاقه مع الحصان قد ما يربحوا معناها لهنا تكون تناسق 100% ماش بك من العمر 5 سنين معناها اي يبداو 5 سنين باش عاد كبيره يشدوه يحطوه فوق الخيل يقربوا الحصان يمس يركبوه يشدوه يمسكوا الحصان بحبل بلونج احنا نسميوها ويبداو بشوي بشوي ما يقووش عليه خاطر حتى على ظهره العمود الفقري مازال متكون 7 سنين 19 سنين كيما هذايا تو ينجم يكون يعمل مباراه تكون حاجه. ولهنا الطفل الصغير اللي عمره 5 سنين تنجم توصل له معلومه كونه هذاك راهو حصان ويزم لا الاولاني لا الاولاني لازم يكون هو راغب ما يلزمش يجبر خاطر كي تجبروا ولا يصدق لازم يكون مغروم 5 سنين كيفاش تكون مغروم؟ وانا جينيرال خاطر يكونوا وهي الاغلبيه يكونوا عنده خواتو اكبر منه وهما يعملوا ديجا هو يتفرج الشيخ ولا والديه عندنا برشا اللي هما الوالدين عاملين بعد جابوا صغار وفما عندنا برشا ديكار اللي هما الانثى والذكر من نفس النادي معناها كانوا فرسان وتعرفوا على بعضهم وتجوزوا مع بعضهم وجابوا صغار بيجوا لك كان هذاك يجيب لك كان فارس هما اللي بيصير فهمت كيفاش دوك هذيك هي العلاقه اللي احنا توا في احنا توا في الخطوه هذا هو دخول يزيدوا هذا الجماعه هذم توا هكا ريت توا هذيك الانطرونانا تعطي اللي كانت غادي المدربه هذيك من النادي نتاعي تعطي اخر توجيهات معناها خاطر حد هوني ما عادش عندها حق غادي توا هنا يسمحوا لها تدخل غادي هنا ما عندهاش تخدم من البرير من برا تكون هذه حاجه ما عادش عندها الحق ما عادش عندها حق حتى تكلمها ليه تكلمها من برا هو السيده هذه المحترمه اللي هي تزيد تشيك اخر لحظه لهنا ما فماش حاجه فماش كذا احنا توا هذه اخر خطوه قبل ما يدخلوا للبيست كنا مع العيد مغادي فاهمني مهمتك بالضبط مع الفارس ومع انا رئيسة المراقبين معناتها الكل هذوما الكل نشوفهم تحت معناتها المراقبه بتاعي انا هوني عندك الاتاب الاولانيه كما قال تدخل وهوني التسخين ولهنا الدخول بتاع الباب تتفقد الحصان تتفقد الماتريال نتاعو تتفقد اللبسه بتاع الكافاليه هو ديجا هذيك الخطوه الاولى انا مره نعاودوا شيء هوني نعاودوا نشيك ونشوفوا فهمت نجم يكون في الموبيل هذاك غادي الحصان فما حاجه سافا نجم تصير اي حاجه معناتها لهنا هذه اخر تشيكه للحصان اخر حاجه تشوفوا فيها الحصان كل اليوم في هذه المدربه عندي معايا في النادي نتاعي وهذا تلميذ انت تو لهنا ما عندكش حق ما نتكلم حتى تحب بصفتك شيف دو بيست هوني هاني برا نغزر من بعيد وكون نسق معاهم وكون ما عادش كلها كيما تي با يجوا باتيدو احنا ريتا وفي احنا في الشيف دو بيست احنا نجموا نمشوا للجوري غاديك نوصلوا في جيري غادي اقوى لما يكون واحد كيما يوسف مهيري يوسف مهيري امس لما ولده جاي ينزل خرجوه من جيري خرجوا خاطر ما يلزمش يكون في الجوري كل شيء جي بارتي معناها باش يكونوا فما عداله سامحني ريت حضروا هذا اي باش احنا توا نتعداو نتعداو نشوفوا الجوري اللي هما يوصل لهم المرحله الاخرانيه معناها وتشوف انت توا لما كيما الفارس هذه هاو تو تشوفها هكا قام وهذا المساعد نتاعها او قاموا قربوا للبلاد باش كان فما يكملوا يعملوا التوجيهات الاخرانيه لو كان فما حاجه يعملوا لا ما نجمش يصير شويه ارباك معناها لا هو سيسو انت الخيل انا وياك كما نحكي لك بعد فما تولي يستاهل ماش فما وبعدين في الحالات كيما هذوما الخيل تتعود بصوت المدرب نتاعها والفارس لما يرى المدرب نتاعو البرير وساعة يكلمه يزيد يعطيه تشجيع يحس روحه خاطر هما صغار لما يدخلوا هنا
لما يدخلوا هنا كي يراو الفارس ويحكي معاهم والمدرب تاعهم يحكوا هما ديجا زادوا مش احنا. معناها يحسوا روحهم كانوا في الدار. هما الفرسان يحسوا روحهم كانوا في الدار، ما فماش حاجه زايده، خاطر هما يضيعوا في الاول. اللاعب اذا كان باش يربح ولا باش يخسر. هو تو عيطي هذا دخلوا الى برولونسي في الميكرو واعطاه اسم النادي واسم الفارس والفارسه اللي راكبه. هنا يعطي اسم النادي واسم الفارس ويلعب على روحه، يبدو له التوقيت هو يعس عليه. لهنا اول حاجه ذاك عمل رقم واحد. رقم واحد اوكي. اللي هنا يقيد وهذاك يقيدوا فما واحد اخر مقيد. هم اللي هنا يركزوا على التنجيز هكا على الفوت احنا نقولوا على الاخطاء اللي باش يكون فيها، اللي هم مثلا كيفاش الاخطاء. خاطر انا حسب هذيك طيح 4 4 اخطاء في نمرو 4 يحددهم له في المكان. معناها كي طيح هذيك يا اخو 4 اخطاء وجات في نمرو 4 هكا قال له 4 من بعد يلمهم الكل. تو تسمع في الاخر الكل تو بار اكزومبل تو حتى لتوا 4 في 4 معناها 4 في 4 لهنا فارس مرتاح وجست الخطوه هذيك. توا لو يكمل هذا ويكمل هذا باش يقول لك انتهى الفارس ولا الفارسه المباراه في الوقت الفلاني وتجاوز هاي ب8 نقاط. لهنا يقولوا 4 في 10 4 و4 وتجاوز ب8 نقاط اسمه خاطر عمل 4 في 4 و4 في 10. اعطى اسم هذا اللي اسم الفارس اللي دخل. لهنا نحالوا 4 خط وقت اللي هو المفروض لازم ما حتى حاجه. لهنا انا سمعت الحصان مسل واحده ما طيحش لهنا. ما يهمنيش فيها انا المفروض نتاعي نحطها غادي هو مسها لازم يمس. فما زويل يمس هكا، فما واحد انت قاعد فما اللي يعمل لك هكا، فما اللي يتركل عليك. انا اذا كان مسها نورمال تتعدى. اللي بتطيح في قاعده انا لازم تقص بالبلاصه نتاعها. فهمت. انا لهنا عادي معناها لازم يمسهم الكل. فما خير تسمع تبدا تنقز وتسمع تك 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 فما اللي يعرف كل شيء يمس. باهي نحب نشكرك برشا، احنا تبعناك من الاول للاخر. ختامها مسك. احنا توا معايا فارس المنتخب الوطني للفروسيه باش يحكي لنا شويه ويزيد يفسر لنا اكثر الايفنت هذايا علاش احنا عاملينه. احنا قبل كل شيء نرحبوا بك الساعه، فخورين انه انت في العمر هذايا ومازال تلعب. العمر هذايا انا لابس كاسكيت باش شعري ما يظهرش ابيض وانت قداش. خاطر احنا مع سي حبيب قال لك اللي هو ما فماش عمر. اي هو اللي يتميز به السبور هذايا هو اللي ما فماش عمر، يعني يبداو عندك فرسان من 9 سنوات فيما فوق. وزاده كيف الاولاد والبنات يهبطوا مع بعضهم، ما فماش ايكيب تاع بنات وحدها ولا اولاد وحدهم. كما لاحظنا ديجا هذيك الاولاد مع البنات في نفس لي زيبخ. باهي توا احنا نحبوا نفهموا، احنا توا فهمنا اللعبه كيفاش تصير من البدايه للنهايه، توا نحبوا نعرفوا الايفنت هذايا علاش معمول. باهي الايفنت هذايا هو ان فيت كل عام نعملوا هذايا دوزيام اديسيون. اما النادي هذايا ايبو كلوب من تقريبا توا باش يغلق 10 سنوات العام الجاي، وننظموا فيه ديما لي زيفينمون الكبار، معناها البطولات نتاع تونس حتى التربصات نتاع الجامعه التونسيه الفروسيه تنظمهم لهنا، على خاطر الانفراستركتور نتاعو هي تقريبا فما نوادي جدد قاعده تطلع زاده قاعده تعمل كيفه، اما من اقدم النوادي اللي فيها الانفراستركتور اللي تسمح بالتنظيم هذا حسب النورم اللي تسمح به النورم انترناسيونال في التيران هذا اللي ورانا اللي هو في الهواء الطلق، وفما تيران زاد مغطى. الاخر ديجا تو نصوروا تنزيدوا نشوفوه زاد التيران هذاك مغطى تعملوا فيه حتى مباريات دوليه لهنا في تونس نظمتهم الجامعه زاد معنا. باهي والايفنت هذا هو انتم قاعدين تو تحضروا هكاك في توا الحاجه اللي تميز الايفنت هذا زاد اللي زدنا ايبروف اللي هي العلو 140 متر نحضروا فيها في الالعاب المتوسطيه في القفز على الحواجز اللي بتصير في ايطاليا في تورونتو في اخر اوت 2026 السنه ان شاء الله. دونك فما الايبروف الكبيره هذه عملناها البارح واليوم زاد باش نكملوا بها الفينال ان شاء الله. واحنا وليداتنا حاضرين معناها. وليداتنا كيفي انا قد وليداتك. احنا خلينا نقول وليداتنا خاطر هم اللاعبين. المنتخب هما اكبر شويه في العمر من الاخرين على خاطر الخبره والخيول اللي عندهم. اكبر معناها في العمر تقصد ولا في الالعاب؟ في العمر وفي الخبره زاده. في الخبره كيفاش معناها احكي لنا شويه على الاولاد اللي باش يمشوا يلعبوا، مثلا حكينا على البطولات شنو خذيتوا، كيفاش احنا معناها تونس فينا مركز عالميا. بالنسبه للمركز العالمي فما عده معناها فما دي نيفو، الاعلى نيفو اللي هو نتاع لي جوز اولمبيك وشامبيونات دو موند وكل هذاك احنا نعتبره بعاد عليه.
وفما دي نيفو اخرين اللي هما كيما سنة في الاف اي عندنا شكون جاي خذا المرتبه الاولى في النيفو نتاع الفيدراسيون اكستر انترناسيونال باغ ايكيب وانديفيدويل زاده فهمت. وعندنا دي كونكور كل مره فما شكون يخرجوا انديفيدويلمون لبرا ونعملوا في نتائج طيبه. معناها مثلا الالعاب المتوسطيه اللي فاتت عملنا كاتريام معناها بار ايكيب كنا قراب من البوديوم، وعملنا سيزيام انديفيدويل اللي هي تعتبر نتيجه بالكدا معناها. اي معناها قاعدين نفكوا في بلاصتنا، قاعدين نفكوا في بلاصتنا ومن غير لا دعم ومن غير لا مدرب ومن غير لا حد شيء، معناها نسميه وحدنا. خاطر احنا الاغلبيه نتاع المنتخب هما مدربين، دونك احنا نترينيو مع بعضنا من غير مدرب. معناها انتم اللي تدربوا احنا ندربوا في الخيول وندربوا في الصغار وندربوا في رواحنا. معليش النقص هذايا من الامكانيات نتاعنا في تونس، معناها الجامعه وكل شيء ما تسمحش، اي امكانيات ما تسمحش وحسيل. احنا تو معناها تو في احتفال ماذا بينا السياسه ما نتكلموش فيها. لا احنا ما نتكلموش في السياسه، جست حابين نعرفوا علاش موجود النقص وكاو. باهي تحب نمشوا نعملوا طلع على القاعه الاخرى المغطاه؟ نمشيو باهي نمشيو. احنا توا في البارتي هذايا التيران هذايا اللي هو مغلق من الفوق. هذا الملعب المغطى اللي هو في لي انترناسيونال 60 على 30 متر، والملعب الاخر هذاك يسخنوا فيه وهذا تصير فيه البارتي هذيك اللي هي مغطيه زاده غادي يصير فيها التسخين، وهوني تصير فيها كما شفناها المره الاولى في الفيديو بالضبط. معناها كي يبدا الطقس سخون ياسر ولا تبدا شتاء ولا تبدا واحد ديما عندك وين تترين. دونك حتى كي يبدا النوادي الاخرين ما يجموش لي تيران يوليو براتيكابل بالشتاء ولا حاجه، هما يجيو احنا الكل نخدموا مع بعضنا. ما يصيرش اكتظاظ هكاك تتلموا الكل نتفاهموا على الاوقات وفيه ضوء ديجا معناها تبقى في الصباح وديما عندنا شكون فهمت معناها وخيال معناها الكلوب الكل متفاهمين. الو غدوه جاي تنجم تجي تلقى ناس تترين متفاهمين. هو عنده سؤال، انا كي تجي هكا الحصان ما يحسش انه ثم ضغط شويه كي بخاطر تولي عباد؟ هذاك سافي بارتي من لونترينمون تاع الحصان، ينحي الخوف نتاعو اللي هو صغير تدرب وانت باش حتى غاديك كي تشوف تو العلامات وتشوف الحس والموسيقى وكل شيء واحد الحصان هذاك يستانس عليه الببليك شوي. هذاك حل هنا ما عادش يحس بالستريس بالكل. تولي عندك لجنه التحكيم غاديك هذيك اللي هو صوره غادي في لجنه التحكيم اللي هو الفوق اللي هما جوري كيما اللي ريتهم انت غاديك كيما اللي غاديك ديجا شفناهم صيف ولا شتاء ولا ربيع ديما الدورات ما تسترسل ولا شيء. الليل ولا غاديك المباراه البارح كملناها 10:30 تاع الليل. اي انا جيت البارح شفتهم ما بقيتش لاخر وقت. اوكي يعطيكم الصحة. عايشك. اعطينا اخر كلمة، شنو تشجع انت لي بارون، تشجع زملائك، شنو تقول لهم؟ انا نشجع سورتو لي بارون باش يقيدوا صغارهم في السبور هذايا، خاطر السبور هذايا ياسر يعاون الصغير على ليكيليبر مونتال نتاعو، معناها التعامل نتاع الحصان ينحي برشا ستريس للصغار ويتعلم حتى الحياة نتاعو باش يدخل هو مباراة الجيستيون تاع الستريس نتاعو بركة، معناها في الفروسية يتعلم حتى كي يدخل امتحان يولي بعد ما عادش ستريسي، يتعلم جيستيون ستريس وسبور وغرام ويبعد على برشا فساد خاطر ياخذ وقت، معناها ياخذ برشا وقت تعمل سبور وتتلهي بالحصان زاده وتنظف له ساقيه وتنظفه، فما علاقه كبيره. احنا ديجا حكينا مع سي حبيب غاديك. انا مثلا عندي ولدي، انا مانيش مغروم بالحصان، اما عندي ولدي نحب ندخله مثلا يترينا كيفاش نعمل له كيفاش نغرب. خاطر سي حبيب احنا في القبل كانوا معنا سي حبيب قال لنا من 5 سنين، انا عمري 5 سنين مثلا. اي من 5 سنوات يجيبوا لي بارون يعمل كيما التيست ايسي، فما شكون جوست يركب على الحصان يدوروا به باليد يبقوا هما شادين باش هو نشوفوا واحد وبشوي بشوي هو وحده باش يقول لك انا ما عادش خارج ما عادش مروح من هنا. وانت تبدا تحاسر فيه من بعد. والله بعد تبدا تحاسر فيه وخلينا نروح باش تنجم تروح. باهي واضح. نحب نشكرك مره اخرى، نشكرك على وقتك، مرحبا بكم ونتقابلوا في الحلقه الجايه ان شاء الله. بسلامه.